دخل القرار الصارم حيز التنفيذ مساء الجمعة، والقاضي بمنع تنقل جماهير الأندية الزائرة في خطوة أمنية أعادت تشكيل خريطة الحضور داخل الملاعب المغربية. ولم يعد الأمر مجرد توصيات، بل أصبح إجراء ملزما يهدف إلى وضع حد لحالة الاحتقان التي حولت أجواء كرة القدم إلى مصدر توتر دائم، مهددا سلامة الأفراد واستقرار المنشأة الرياضية في عدد من المدن. ولم تكن الأحداث التي شهدتها العاصمة الرباط مجرد واقعة عابرة، بل شكلت نقطة تحول في تسريع اعتماد هذا القرار الاستثنائي. ففي المباراة التي جمعت الجيش الملكي والرجاء الرياضي على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله، بلغت التوترات ذروتها، حيث اندلعت مواجهات عنيفة داخل المدرجات. وأسفرت هذه الاشتباكات عن توقيف 136 شخصاً، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية كبيرة طالت مرافق الملعب وبنياته. وقبل أن تنحسر تداعيات أحداث الرباط، عاشت الدار البيضاء بدورها على وقع أعمال شغب خلال مباراة الوداد الرياضي واتحاد يعقوب المنصور. وقد سارعت السلطات إلى التدخل وتوقيف عدد من المتورطين، تلتها أحكام قضائية صارمة في رسالة واضحة تؤكد نهاية مرحلة التساهل مع هذه السلوكيات، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي إطار التصدي لهذا التصعيد، جاءت العقوبات التأديبية بحجم خطورة الأفعال المرتكبة. فقد تقرر خوض 3 مباريات كاملة لفريق الرجاء الرياضي بدون جمهور، مقابل 5 مباريات متتالية للجيش الملكي خلف أبواب مغلقة. كما شملت الإجراءات منع الفريق العسكري من استقبال مبارياته المحلية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، مع قصر استغلاله على المنافسات القارية إلى حين استعادة الانضباط داخل الفضاءات الرياضية. ولم تقتصر التدابير على الجانب الجماهيري، بل امتدت إلى الشق المالي عبر فرض غرامات ثقيلة، حيث بلغت قيمة الغرامة 20 مليون سنتيم على كل ناد في خطوة تعكس جسامة الأحداث المسجلة. وبموازاة ذلك، ألزمت إدارة الرجاء الرياضي والجيش الملكي بتحمل كامل تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالمرافق، تكريساً لقاعدة واضحة مفادها أن من يخرب يتحمل تبعات إصلاح ما أفسده، دون تحميل المال العام كلفة تلك السلوكيات. وبهذا التوجه، تدخل كرة القدم المغربية مرحلة جديدة عنوانها الصرامة والانضباط، حيث تتقاطع حماية الأرواح والممتلكات مع الحفاظ على روح المنافسة الرياضية. كما ترسم هذه الإجراءات حدوداً واضحة أمام مظاهر الشغب، وتفتح الباب أمام ترسيخ ثقافة كروية أكثر وعياً، تعكس قيمة اللعبة ومكانة الملاعب الوطنية.